السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي العام والأزهري، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله النهاردة معنا حل الاختبار القصير رقم 3، حساب مثلثات وهندسة. لو أنت ما شفتش الشرح بتاع الدروس اللي فاتت هتلاقيها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، أو هتلاقيها في أول تعليق مثبت على الفيديو ده. الامتحان بتاعنا عبارة عن 3 نقط اختر، اللي هو السؤال الأول، والسؤال الثاني عبارة عن مسألتين أ وب. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض دايما إن احنا بنحل الامتحان بالخطوات علشان نطلع من الفيديو بأقصى استفادة ممكنة. نروح نشوف السؤال الأول. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم 1، بعد النقطة 2 و-4 عن محور السينات. احنا عارفين إن بعد نقطة عن محور السينات، قايلين الكلام ده في الملاحظات، بيساوي القيمة المطلقة للإحداثي الصادي. يبقى هنا القيمة المطلقة ل-4 تبقى بتساوي 4 وحدة طول، وبكده يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم د. يعني يا مستر في المسألة دي أو في النقطة دي لو قال لي بعدها عن محور الصادات كنا هنقول بتساوي 2. تمام، يبقى احنا كده بعدها عن محور السينات بيساوي الإحداث الصادي كقيمة مطلقة، وبعدها عن محور الصادات بيساوي الإحداث السيني كقيمة مطلقة. نشوف النقطة رقم 2. رقم 2 بيقول لي إذا كانت جتا 3 س بتساوي نص، جتا 3 س تساوي نص، ده معناه إن الزاوية دي اللي هي 3 س تساوي 3 س. هنجيبها إزاي يا أستاذ؟ هنمسك الآلة الحاسبة وهنكتب على الآلة، واحد نشيل ده، نكتب على الآلة شيفت كوزين نص. نص بقى اللي يكتب نص شرطة كسر عادي، واللي يكتب نص علامة عشرية مفيش مشكلة خالص، الاتنين بيدوا نفس الناتج، هتدينا 60. في حاجة كده في نظام الآلة متغير، أنا كتبت 1/5. تمام، يبقى هنا كده شيفت كوزين نص تطلع بتساوي 60 درجة. نبدأ نكتب له ال3 س اللي احنا انت مديهالي دي هتبقى بتساوي 60 درجة. أحل المعادلة دي يبقى س تساوي 60 على 3 تبقى بتساوي 20 درجة. نروح نختار الاختيار، بيقول لي قياس زاوية س، يبقى الاختيار رقم ب. النقطة رقم 3، إذا كان البعد بين النقطتين ك وصفر وصفر و3 هو 5. البعد ده اللي هو البعد يساوي الجذر التربيعي مربع فرق السينات، يبقى ك ناقص صفر تربيع، وصفر ناقص 3 تربيع، يساوي الجذر التربيعي ك تربيع زائد 3 تربيع اللي هي كام؟ 9. يبقى كده ده البعد. هو بيقول لي البعد ده بيساوي 5، اقول له خلاص البعد اللي احنا جبناه ده بيساوي 5 بتربيع الطرفين، يبقى الجذر ده هيروح، ادي المعادلة بتاعتي اهي. اما نربع الطرفين يبقى ك تربيع زائد 9 بتساوي، ما ننساش نربع ال5 يبقى 25، يبقى الكاف تربيع بتساوي 25 ناقص 9 16. يبقى الكاف اما ناخد الجذر التربيعي ما ننساش نكتب موجب او سالب، يبقى موجب او سالب 4. يبقى الطلاب اللي بينسوا يكتبوا موجب او سالب كان ممكن يختار 4، كان ممكن يختار سالب 4، والاجابة الصحيحة هنا هي موجب او سالب 4 اللي هي الاجابة رقم د. كده خلصنا السؤال الاول بتاع اختر. نروح نشوف المسألتين بتاع السؤال الثاني. السؤال الثاني المسألة رقم أ، بيقول لي إذا كانت النقطة أ ب8 و9 تنتمي للدائرة، على الدائرة يعني، التي مركزها م ب2 و1، عايز يجيب مساحة الدائرة دي حيث باي ب3 و14%. ادي الدائرة بتاعتنا اهي، والدائرة طبعا فيها دي كده نقطة موجودة على الدائرة اسمها أ، وبيقول لي مركز الدائرة م، يبقى ده كده يا شباب اللي أنا وصلته ده اسمه نص القطر، بنرمز له بالرمز نق.
يبقى نص القطر بنرمز له بالرمز نق. الفكرة هنا إن إحنا نحسب نص القطر، يبقى نق تساوي الجذر التربيعي. أدي عندي النقطة ألف وأدي ميم اللي هي ميم ألف، يعني هنجيب البعد بيناتهم، يبقى فرق السينات تربيع 8 ناقص 2 الكل تربيع زائد 9 ناقص 1 الكل تربيع تساوي. هنمسك الآلة الحاسبة بتاعتنا وهنحسبها زي ما هي كده. ادي الجذر التربيعي، نفتح قوس، انا هحسبها معاكم بس عشان الناس اللي بتتلخبط في الحسابات. 8 ناقص 2 نقفل القوس تربيع زائد نفتح قوس 9 ناقص 1 نقفل القوس تربيع. كده كتبناها ونتأكد ان احنا كاتبينها مظبوط قبل ما نضغط يساوي. نضغط يساوي تطلع ب10، يبقى تطلع ب10 وحدة طول. ده كده ايه؟ ده كده نص القطر، طول نص القطر. عايز مساحة الدايرة، لازم اكون حافظ القانون بتاع مساحة الدايرة اللي هو بيساوي باي نق تربيع، يبقى بيساوي باي في النق اللي هي بكام؟ ب10 تربيع. طب هو بيقول لي الباي دي ب3 و14 من 100، وال10 تربيع اللي هي 100، يبقى تطلع معايا العلامة تتحرك رقمين، يبقى 314. ودي مساحة، يبقى نكتب له وحدة ايه؟ مربعة او وحدة ايه؟ مساحة. كده انتهت المسألة رقم أ. مسألة بسيطة وجميلة. ونروح نشوف المسألة رقم ب. المسألة رقم ب بيقول لي س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص، في س ص ب5 والس ع ب13، عايز قيمة المقدار ده. طبعا هنا انا هرسم المثلث بتاعنا. ادي المثلث بتاعنا س ص ب5 وص عين وادي السين عين. احاول ارسم مثلث كده شكله مظبوط وكويس علشان وانا بحل ما يبقاش فيه اي مشكله. ادي س وادي ص وادي عين، دي 5 ودي س عين ب13، يبقى انا هقدر اجيب الصاد عين من ايه؟ من فيثاغورس. هقول له من فيثاغورس تبقى الصاد عين بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر، يبقى 13 تربيع ناقص 5 تربيع، نربع ونطرح يعني وناخد الجذر. طبعا هحسبها بالآلة الحاسبة هتطلع ب 12 سنتيمتر. نيجي كاتبين هنا كده على الرسم 12. بيقول لي وجد قيمة المقدار ده. هبدأ من أول سطر أكتب له كده المقدار اللي أنت عايزه جتا س، هكتبه زي ما هو بالظبط وبخط واضح، جتا عين ناقص جا س جا عين، وهبدأ تحت كل نسبة أكتب الناتج بتاعها من المثلث بالشكل ده. الجتا س يبقى المجاور 5 على 13، الجتا عين المجاور 12 على 13، الجا س مقابل على وتر يبقى 12 على 13، الجا عين مقابل على الوتر يبقى 5 على 13. أما نبدأ نحسب الكلام ده هيطلع يساوي 5 في 12 يبقى 60 على 169 ناقص 5 في 12 أو 12 في 5 يبقى 60 على 169، ويبقى كده الناتج بتاعنا هيطلع يساوي 0. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معاها كمان الامتحان بتاعنا. كان امتحان جميل ومسائل جميلة جدا، فتابعوا معانا علشان توصلوا للدرجة النهائية بإذن الله. وأي استفسارات أنا معاكم اكتبوا في التعليقات، وإن شاء الله نتواصل مع الجميع. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على قناة مستر مصطفى كامل رياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.